السلام عليكم. وحشتوني ويا رب اكون انا كمان وحشتكم. معلش انا غبت عنكم شويه صغننين كده، يعني كان عندي دور تعب كده، لكن الحمد لله الحمد لله كله خير. كله خير. بص بقى، المشكله اللي انا جايه اتكلم فيها النهارده بعتها لي صاحب المشكله، يعني مش صاحب المشكله نفسها، صاحبه، صديقه يعني. بيقول لي صاحبي دوت كان اتجوز واحده اصغر منه ب 15 سنه. فاحنا طبعا كلمناه في الاول، قلنا له لا دي صغيره عليك قوي، مش عارف ايه. المهم ربنا تمم بخير واتجوزها. بقالها معاه سنين، بقالها معاه سنين. وجابوا ولدين، حاليا هم مش ولدين، هم حاليا شابين، شابين بسم الله ما شاء الله. كبار. هما الاتنين مدرسين. الزوج خرج على المعاش، طبعا الزوجة لسه، عشان في فرق 15 سنة بينهم وبين بعض. الزوجة بقى هي شايفة نفسها حلوة، الزوج أكبر منها ب15 سنة، يعني بدأت تبان عليه عوامل الطبيعة والسن، والشكل بدأ يتغير. ما انت كنت واخداه برضه كان صغير ورضيتي بيه، ما حدش قالك خديه، انت كنت موافقة عليه. المهم مش هي دي مشكلتنا. صحيح جوزها مش مخليها محتاجة حاجة، جايب لها كل حاجة، لدرجة ان هم يعني في منطقة كده على قدها، بس هو جايب لها عربية. بيحبها قوي، مش عايز يخليها حاسة بنقص في اي حاجة. وهو برضو يعني مش عجوز لدرجة ان هو يعني راجل مكحكح ولا حاجة، لا هو ايه، شايف نفسه، بس برضو هي شايفة نفسها بطريقة تانية. المهم، واحد صديقه عرف ان المدام ماشية في الحرام مع واحد جاره. جاره شقة قدام الشقة، شقتين قصاد بعض. جاره دوت مراته غضبانة بقالها مدة كبيرة، وفي المدة دي بصراحة هي مش مخلياه محتاج حاجة. الزوج بيمشي على الشغل، الأولاد اللي في الجامعة اللي في المدرسة، والشقتين بقى بيتفتحوا على بعض. ومش عايزين نفسر، انتوا عارفين اللي بين السطور ايه. البي روميو بقى اللي هو ماشي معاها، حس ان هو واد ايه، فالنتينو مقطع السمكه وديلها. يعمل ايه بقى؟ فهو لازم يعرف حد ان هو ايه، الواد مخلص، لازم يعرف حد ان هو كده مش زيه ابدا. حكى لواحد صاحبه، قعد حكى لواحد صاحبه بقى، وقعد يحكي له عن غرامياته وعن المغامرات اللي بيعملها، وعن البيل اللي هو مقرطصه، ويخرج من باب الشقة والشقتين يتفتحوا على بعض ولا حد دريان بالدنيا وإيه. لأن صاحبه كان بيكلمه إنه يرجع مراته، فهو لا لا لا، هو يرجع لها إيه، ده هو كده عايش عيشة تانية. المهم صاحبه ده ما تعرفش بقى هو اتغاظ ولا ضميره أنبه. المهم إن هو وصل لجوز المدام اللي بيحصل، وصله لها بقى بأي طريقة احنا مش عايزين نقول، لأن هو اللي اتكلم ده قال لي أنا مش عايز أفسر. المهم فسر إيه، وصل لجوزها اللي بتعمله الإيه، المغامرات بتاعت المدام. جوزها خد باله. المهم إنه بحيلة منه قفشها متلبسة، مرضيش يهلل ولا يتكلم ولا يمد ايده عليها ولا ايده عليه، وكان ريح دماغه ودخل قفل شقته. قفل شقته وقال لها ما انتش داخله غير لما ولادك يكونوا قاعدين. المهم ايه، الست ايه خرجت مشيت، تروح عند اختها مش عارفه تحكي لها، تروح عند اختها التانية مش عارفه تحكي، تعمل ايه، قعدت تتصل بيه. فهو قال لها تعالي تعالي، يعني هيلم الموضوع بقى. جت روحت البيت، كان ولادها موجودين، فقال لولادها ايه اللي حصل. هي جايه مفكره بقى ان هو الراجل الطيب اللي هي معاشراه بقالها سنين، ولما تقول له حقك عليا واخر غلطه وعمري ما هعمل كده تاني، هيقول لها خلاص يا حبيبتي انا مسامحك. لكن لا، الراجل راح ايه، قعد حكى لاولاده في وجودها. ولاده قال له انت تطلقها، تطلقها، واحنا لو نعرف نطلقها هنطلقها. ماشي. وراح ايه،
وقال لها اطلعي بره، روحي بقى اقعدي عند اختك، اقعدي عند اخوك، المهم البيت ده ما تقعديش فيه، عشان لو قعدتي فيه انا هعرف الشارع كله. قوم تعرف بقى الشارع كله، يعرف منين؟ ما تعرفش، اقول لكم يعرف منين. الراجل زي ما يكون الموضوع كبير قوي عليه قوي، خلى عقله، مش عايزه اقول يعني فوت او خلى، بس ما بقاش عنده التركيز اللي هو بقى كل ما يقعد على القهوه مع حد يحكي الموضوع. بص هو سكت ازاي، بس الموضوع كان ضاغط على نفسيته لدرجه ان هو ما بقاش عنده التركيز اللي كان هو عليه، خلت الراجل عقله فوت. ده هو ده المعنى اللي نقدر نقوله بقى، معلش انا اسفه بس هو ده المعنى اللي نقدر نقوله. الراجل ما بقاش عنده التركيز، كل ما يقعد مع حد بقى يحكي له، كل ما يقعد مع حد يحكي له. طبعا ده ترتب عليه ان فضيحه الشباب في المنطقه، فضيحه ايه؟ فضيحه ولادها. ولادها يعملوا ايه بقى؟ لموا هدومهم هما الاتنين وسابوا البيت، سابوا البيت، وحاليا بيدوروا على انهم يسافروا يقعدوا في اي بلد. هم سابوا المنطقة، بس هم دلوقتي عايزين يسيبوا البلد كلها، عايزين يسيبوا البلد كلها عشان ما يقدروش يبصوا في عين اي حد من بتوع الشارع. الراجل بقى داخله والخارجه ده جاره، تخيل الكارثه اللي هو فيها. ده حتى لو بص على باب الشقه وهو مقفول عمره ما هينسى. الراجل بقى ايه؟ في حاله ما يعلم بيها الا ربنا، ماشي في الشارع كل ما يقابل حد يقعد يحكي له، يقعد على القهوه يقعد يحكي له. وهي عملت ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه في المدرسه. وكل اللي بقت تعمله ان هي بقت تكذب، الكلام ده ما حصلش، الكلام ده ما حصلش. لا حصل، والدليل على كده شهاده ولادك. وانا عايزه اقول حاجه واحده بس، انا عايزه اكلمك في حاجه. انت ايه اللي انت خربتي ده؟ انت خربتي الدنيا وخربتي عيشتك اللي انت اتطلقتي عشانه دوت اتجوزك؟ سأل فيكي؟ حس ان انت نفسك بالنسبه له شبهه، انت بالنسبه له شبهه، لانه عمره ما هيفكر يتجوزك. يتجوزك ايه؟ يتجوزك ايه؟ ده راح جاري على مراته ويصالحها ويبوس الايد عشان ترضى ترجع بيتها. عارفه ليه؟ عشان الناس يصدقوا ان هو راجل محترم، بس انت اللي بني ادمه كنت راميه نفسك عليه. خربتي ليك. طب ما لو انت مش عاجبك الراجل اللي اكبر منك ب 15 سنه، طب وافقتي ليه؟ ما كنتيش وافقتي يا ستي. طب خلاص وافقتي والزمن جري بيكي وجبتي منه اتنين شباب، ما طلبتيش الطلاق ليه؟ اطلبي الطلاق، يعني ربنا محلله، هو ابغض الحلال بس ربنا محلله، محلله عشان على الاقل عشان ما تعمليش مصيبه او ان حد يبص لحاجه تانية او الكلام ده كله، بس محلله. ما طلبتيش الطلاق ليه؟ وكنت روحتي بقى اتجوزتيه بقى، عملتي اللي عملتيه، على الاقل كان هيبقى يعني منظرك انضف من كده. انا مش قادره اقول لك احسن، لا بقول لك انضف من كده، عشان انت منظرك وسمعتك وكل حاجه بقيت ما ينفعش اقول عليها غير حاجه كده. ربنا يعافينا، ربنا يعافينا يا رب ويعفي الناس اللي سامعانا. ضيعتي ولادك، ضيعتي شقة عمرك، انت شقيتي عليهم برضه، ما كبروش مره واحده وبقوا شباب ودخلوا الجامعه ودخلوا المدارس كده، اكيد تعبتي معاهم، بس ضيعتي التعب ده في لحظه. عارفه في لحظه ايه؟ ان هم كده كرهوا حتى مجرد اسمك، مسحتي ذكراكي من بينهم، بس مسحتيه بطريقه قذره، مسحتي ذكراكي بطريقه قذره. ومع ذلك شخصيه بجحه ورايحه جايه مدرستك، وبتطلعي الراجل اللي انت عملتي فيه كل دوت كذاب. ولو هو كذاب ما كانش ده حصل في عقله. ومش قادره اقول لك اي حاجه غير اني اقول لك ايه، مش عارفه. انت صعب ان انت ترجعي الراجل ده، لان لو رجعتي له مش هترجعي له عقله. ولادك اللي كرهوا عيشتهم وكرهوا دنيتهم ذمهم في رقبتك. انا شخصيا بقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي كل ست تفكر بالطريقه بتاعتك دي. ما كنت خلصتي واتطلقتي، اي ست دماغها تروح كده ولا كده سايق عليكم النبي. فكروا، فكروا لحظه واحده بس في مستقبل عيالكم، في سمعتهم، في سمعتهم. الراجل اللي انت متجوزاه مش عايزه تعيشي معاه، ان شاء الله ما عشتي اطلبي الطلاق،
لكن مش هتعرفي تطلقي من ولادك. لو اتطلقتي منه ورحتي اتجوزتي غيره، هتبقى على الاقل شكلك كويس شويه قدام ولادك، هتقدري تقنعيهم، هتقدري تقنعيهم باي حاجه، حتى لو كانوا ما هيرضوا غصب عنهم، حتى لو كانوا هيرضوا من ورا قلبهم، بس ارحم كويس كتير قوي من اللي انت عملتيه. نبقى يا جماعه انا عايزاكم تشيروا الفيديو دوت، لان الراجل اللي هو صاحب المشكله، مش صاحب بقى، اللي بعت المشكله بالنيابه عن صاحبه، نفسه ان انتوا تردوا عليه وتقولوا للراجل كلمتين على الاقل، على الاقل يحاول يسترد شويه من ثقته في نفسه. وانا بعذره، انا بعذره ومقدره اللي هو فيه، وربنا يكون في عونه يا رب، ويقدره ويصبروا. عارفين ايه، يصبروا على ما بلاه. ما هي دي برضه بتعتبر بلوى، بس بلوى كبيره قوي قوي. وعايزه اقول لكم مستنيه تعليقاتكم اللي وحشتني قوي قوي. سلام عليكم.